دفعوا 2000 يورو يعني 100,000 جنيه في الصواريخ دي. جيرماني برودا لوك ات ذس. الله اكبر. الله اكبر. البوليس وقفني طبعا، قلب لي نور، طبعا كان هيدفعني غرامه. اللهم بك اصبحنا، بك امسينا، بك نحيا، بك نموت واليك النشور. يا صباح الخير، ايه الاخبار؟ فلوجايه جديده بفكره جديده بكاميرا جديده. تعالوا بس ننور الاوضه علشان الدنيا ضلمه. طبعا شكل الدنيا كانت بتمطر، بص الدنيا مغيمه. هو انا صاحي متاخر فكانت بتمطر امبارح تلج. ننور الاوضه، نهوي الاوضه. طبعا وانت عايش لوحدك لازم تهتم بالحاجات دي جدا. عايزين النهارده راس السنه بالليل هيبقى في ضرب نار. بس هنا حوار الشمع بالريحه ده اتعودت عليه من الالمان، يعني الالمان بيحب الحوار ده قوي. ف عاوزين نعمل النهارده حوارات. النهارده هيبقى في ضرب نار للركب، يعني هوريكم النهارده ليله راس السنه في امبرج عامله ازاي. فرقم واحد نفطر. لغايه دلوقتي ما فطرتش، فتعالى اوريكم الفطار التقليدي بتاعي. نصلي وبعد كده ناخد جوله في امبرج. احاول بس الحق اللي فيه ضوء عشان الليل بيجي بسرعه جدا. وبعد كده عندي شغل، وبعد كده بقى بالليل نشوف ضرب النار. تعالى نبتدي اول حاجه بالفطار التقليدي. فتعالى نطلع شويه بيض. ايه تاني؟ ده فلفل حراق، فلفل الوان طبعا. طبعا انا كنت قطعت الحاجه دي بس طلع ان انا بصور فيرتيكال، فللاسف هنزود شويه حاجات بس صغننه. ونكمل تحضير البيض بالسوسيس. طبعا ما عندكوش فكره انا قد ايه طباخ شاطر. بعمل بيض كل فطار. بص انا عايش 3 سنين على نفس الاكل عشان مكسل اعمل حاجه جديده. ومن واضح من طريقه تقطيعي للاكل ان انا متمرس. حاول برضو الفيديو ما بقاش طويل، وقولوا لي برضو في الكومنتات طريقة التصوير دي مريحة وممتعة ولا لا. طبعا مش هخلي الفيديو كله كده عشان ما تزهقوش، بس تعالوا بس ايه نزود شوية. نجيب فين ايه الزريبة دي؟ ايوه ده. بيض اومليت. بحط فلفل، بعشق الفلفل الاسود. بحط شطة تاني. الشطة في ألمانيا ولا ليها أي لازمة مهما حطيت ولا أي تأثير. نرمي ده بقى في النار كده ونسيبه. ونصلي عقبال ما يكون الأكل ايه جاهز عشان نلحق نكسب وقت. الصلوات هنا كلها قريبة من بعض، فتحس لازم تصلي بسرعة علشان ما تخش الصلوات في بعض. ده عيش حاجة اسمها درم. ده تركي بيتعمل بيه هنا حاجات كتير أوي. نحط البيض كده. افتح قناة طبخ ولا موضوع فاشل؟ مش كان انا داخل عليا دور برد بس مش هيعطلنا. بص بقى قفلة السندوتش. قفلة السندوتش دي حوار. زمان مامتي ما كانت تيجي تنيمني تكلفتني بالبطانية كده وتقول لي دي
كلفتة السندوتش. فهنستناه يتشوح يتحمر، بعد كده نطلع ناكل بقى بره واوريكم منظر بره عامل ازاي. بس نقفل الباب ده عشان الجو تلج. عاوز الحق اوريكم النهار قبل ما الدنيا تليل، فمش مهم بقى يتحمر، هو كده كويس. من المميزات اللي فيا ان انا ممكن اكل اي حاجه عادي يعني مش بدقق. دلوقتي عاوزين نلحق نطلع نشوف الشمس، او مش الشمس يعني الضوء. فدلوقتي هاخد السندوتش وتعالى اوريكم المنظر بره عامل ازاي. ناخد السندوتش ونطلع بره. طبعا الشبشب ده طبعا في المانيا يعني سلام. الجو ايه، بس الدنيا غيمت على طول. بس هناك بقى الجروب مفروض يعني كان زي ما قلت لكم ملحقش، اليوم بيخلص بسرعة. في ألمانيا ثقافة الشبشب دي مش موجودة قوي، بالذات في الشتاء. في الصيف عندهم شبشب بس ما بيلبسوش كتير. بس الشجرة اللي قدامي دي شجرة تفاح، بس طبعا لسه صغنن. اكيد بقى يعني انا مش فاضي ان انا باجي افطر هنا كل يوم، بس هو اوبشن انا طالع بس عشان اوريكم المنظر. بس طبعا الدنيا غيمت بسرعة. طبعا دي اول مرة اصور بالطريقة دي، ان انا اوريكم كده الاجواء في المانيا. عادي جدا ان هي ممكن ما تطلعش احسن حاجة، بس عادي الواحد بيجرب. فطبيعي جدا ان اول مرة في اي حاجة ما تطلعش احسن حاجة، بس الافضل بقى او الاحسن او الطبيعي ان انت تتطور تشوف. يعني لما انزل لكم الفيديو ده تقولي لي الفيدباك، تقولي لي مثلا لا ده مثلا مش مريح ان انت تصور كده وانت بتورينا من منظر من فوق كده، فمثلا ابطل. تقولي لي لا مثلا حاول تعمل كذا حاول تعمل. فهو التطور ده شيء مهم جدا في اي مجال. فدلوقتي هاكل و ممكن الحق اوريكم كده جولة بالعجلة بسرعة، نروح نجيب كام حاجة من السوبر ماركت. ونفسي اجيب طبعا صواريخ، بس طبعا هنا بيدشملوا يعني هتلاقي دلوقتي كل حاجة خلصانة. هنا الألمان مجانين صواريخ في راس السنة. فلو لقيت حاجة مثلا في حدود من 2 ل5 يورو صاروخ كده صغنن فرق هجيب. لو لقيتش هنتفرج بس على الصواريخ والضرب النار اللي هيحصل بالليل. فهفطر ونكمل. الحمد لله خلصت أكل. عاوز ألحق أخد جولة بالعجلة. الدنيا ليلت في ثواني. يا الله يا الله على جو ألمانيا الجميل. يلا بينا نلحق الغروب. طبعا المساكن دي اكبر واحسن. بصوا على المساحات اللي قدام عمالة ازاي، بس اغلى، بس لان دي مساحات اكبر للعائلات يعني. واحد ومراته وابنه. دي اعتقد بتبقى عامله في حدود 800 يورو. فدي ربنا يكرمني كده لو فضلت في المدينه اللي انا فيها، ربنا يرزقني وممكن اجي هنا. بس تسلا تسلا هنا. بصوا الغروب تحفه. معظم الوقت بقى طيار الدرون هنا، بس دلوقتي عايزين نلحق نشتري. طبعا ده اقرب سوبر ماركت لبيتي، بس انا مش من محبين نتو، انا محبين ليدل. عاوز اروح ليدل كده اشوف ايه اللي موجود عنده. طبعا هو لازم يقف لي، انا الاولى ان انا اعدي. قوانين هنا صارمه يعني.
جو تلج. بص ده ايه، خلاص اتجمدت دلوقتي. داخلين على الالتشتات. الالتشتات دي المدينه القديمه. كل مدينه في المانيا في جزء كده اسمه الالتشتات، محافظ على التراث القديم بتاع الالمان يعني. فتعالوا اوريه لكم كده واحاول اوريكم المدينه عامله ازاي. اهي دي الالتشتات. طبعا عشان الكريسماس او شهر 12 ففي انوار، والنهارده طبعا ليله راس السنه فالدنيا سبيشال النهارده يعني. في المانيا عشان تعدي الاشاره لازم تلمس دي هنا كده ويعمل لك السيجنال كونت. فانا منتظر بقى عشان اعدي. ايديا ايديا. الاشاره فتحت. انا خلاص دخلت المدينه. بص الانوار اللي فوق، محلات الحمد لله لسه فاتحه. فدلوقتي طبعا يا رب ما الاقيش حد من المصريين عشان اخد شويه تريقه حلوين على اللي انا بعمله ده، بس ما يهمناش ما يهمناش. لازم طبعا اخلي بالي عشان ما اخبطش في حد، وهنا يلبسوني قضيه على طول. اي حاجه قضايا قضايا قضايا، تعالى لي على المحكمه. دي الالتشتات. طبعا بالليل بقى الدنيا دي كلها هتولع نار. فرزشت الجو تلج. اللي قدامي دي بقى هي دي الجامعة بتاعتي، هو المبنى ده. استنى احاول اوريه لكم بشكل احسن. طبعا انا عاوز اوريكم سكن الجامعة اللي انا خسرته كان فين. اقسم بالله. بس هو الحمد لله ما بندمش، عشان كده بقول لكم طول ما انتوا توكلين على الله تحسوا مهما حصل سايبينها على الله يعني. ما السكن ده خسرته يعني. بصوا هوريكم السكن دلوقتي. دي الجامعة اهي، السكن بتاعي اهو. يعني تخيل كل المشوار ده انا جاي من بيتي عشان اوصل الجامعة، حدود 10 دقايق او ربع ساعة بالعجلة. لازم المس. انا كنت بنزل من الجامعة هنا اهو، من السكن قصدي هنا اوصل الجامعة دقيقتين مشي. بس زي ما قلت لكم خير فيما اختاره الله. مش قادر اتكلم، صدري ملبش. يا رب الفيديو ده ما يبقاش طويل، بس انا عاوز اديكم اجواء التنقلات في المدينه بالعجله بتاعتي زوبه. يلا يا جدعان، انا نفسي اكسر الاشاره طبعا، بس بص واحد زي ده لا اشاره لو تمام. تلج 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 تلج. طبعا ما تعملوش الحركه دي ان انتوا تسوقوا العجل من غير جوانشي، هتتجمدوا. بس انا كسلت الصراحه. انا كده دلوقتي جوه الجامعه. المبنى الرئيسي هو اللي هناك ده اللي كنت بحضر فيه المحاضرات. والمنزه اللي هي الكافيتيريا هي اللي منوره دي. استنى، دي المنزه اهي. هنا بياكلوا الغدا بتاعهم الساعه 1. و شجره الكريسماس الجلبانه اللي حطها لنا. يعني جامعه كبيره عريضه وحاطين شجره زي دي، عيب عليكم. اهو بصوا ده المطعم اللي على الشمال بقى. دي المكتبه، دي شغاله 24 ساعه اللي حابب يجي يقعد يذاكر هنا. بس انا طبعا عمري ما عملت كده، انزل من بيتي عشان اقعد اذاكر هنا واذاكر في بيتي. طبعا ليدل انا عاوز اوريكم المنظر هيبقى الدنيا عامله ازاي على الفاير ووركس، بسبب ان ليله راس السنه في الالمان ما بيهزروش. نركب العجله ونكمل رحلتنا. Entschuldigung. يا مش قادر افتح السوست. طبعا الدنيا زحمه قوي دلوقتي في ليدل علشان
راس السنة بكرة الدنيا اجازة، بيوضعوا دلوقتي هحط، عاوز اشتري كام حاجة، بس الاول عاوز ارجع ازايز، المهمة الاهم في يوم لازم تعمل، بس حتى ما خداش. طبعا دلوقتي شبه زحمة زي ما قلتلكوا، كله بيحاول يجيب حاجات قبل ما يجي يوم الاجازة. انا عاوز كاتشب، عاوز باربيكيو، عاوز شوية حاجات كده ملهاش اي ستين لازمة، بس من غيرها ما بحسش بطعم الاكل. والاهم واللي جاي عشان صواريخ، عايز اشتري صواريخ افرقعها. انا عارف ان هي تفاهه، بس هتشوفوا الليله النهارده عامله ازاي. لازم اشارك معاهم لان انا حضرت الموضوع ده السنه اللي فاتت. عايز اوريكم بقى اسعار الصواريخ عامله ازاي. بصوا بيشتروا صواريخ ب 100 يورو، هتشوفوا النهارده الدنيا عامله ازاي. بس انا ممكن بقى اشتري حاجه في الحنين منها. انا عاوز اوريكم بس الراجل اللي جنبي ده شاري كام علب، شاري 3 علب من امه، يعني واحده ب 100 واثنين مثلا ب 50 ولا حاجه. انا متحمس هتشوفوا ايه اللي هيحصل النهارده. تخيلوا دي في مدينه صغيره في ميونخ، بيقولوا الدنيا نورت السنه اللي فاتت. في طبعا حاجات بتوصل لاسعارها 100، اللي لسه شايفها 130 140. بص دي عامله ازاي، حاول اوريها لكم. دي 140 يورو، تمنها 140 يورو. فيها 304 صاروخ، بتقعد 160 ثانيه وبتطلع في ارتفاع فين؟ مش مكتوب الارتفاع يعني، بس هما بيقولوا بتطلع في ارتفاع فين. انا اللي بفكر اشتريها دي فيها 16 صاروخ، بتقعد 20 ثانية، بتطلع في ارتفاع 30 متر. دي عاملة في حدود 4 يورو. بس بتحطوا بقى الرصيد كده والأربع حاجات الجلبانية بتوعك. لما تيجي ألمانيا الشنطة دي ما بتفرقش ظهرك، هي كل حاجة بالنسبة لي. لأن هنا ما بيدوش أكياس زي عندنا في مصر، هنا لازم تبقى أنت معاك شنطتك. دلوقتي بقى لازم انطلق، عندي شغل هخلص على الساعة 10، فألقاكم بقى بعد الشغل. وهنخلص الشغل الساعة 10 وهطلع على طول على الألتشتات مركز المدينة وأوريك الدنيا عاملة ازاي. فألقاكم بعد الشغل. لسه مخلص شغل، رجعت البيت عشان اغير طبعا، وبعد كده جت في دماغي لا لازم اجيب المايك عشان من الدوشه مش هتسمعوني. طبعا دلوقتي الساعه كام؟ 11 و17 دقيقه، فاضل بالظبط 45 دقيقه والحرب تقوم. هتشوفوا حرب عالميه ثالثه. بس لحسن حظي او لسوء حظي، هو موقف غريب حصل وانا جاي هنا. خلاص وضبت نفسي ونازل بقى عشان اروح الالتشتات اللي هي المدينه القديمه، وسايق العجله بتاعتي. قابلني البوليس وقفني طبعا، قلب لي نور. انا بص، انا المشكله انا حاطط السماعات، فلقيت في واحد بيقلب لي نور وجاي في وشي، فانا مش عارف ده مين، فوقفت على طول. البوليس جاي وقفني طبعا. الدينامو ما كانش شغال، فالنور مش شغال، فقال لي انت ازاي سايق من غير نور؟ قلت له والله هو في نور، والله هثبت لك، اديني فرصه اثبت لك، بس الدينامو مش شغال. قلت له طبعا الدنيا بتتلج، فممكن يكون هو ده اللي ما خلاش الدينامو يشتغل. طبعا كان هيدفعني غرامه، بس طبعا النهارده عشان سيلفستر ده زي عيد عندهم ليله راس السنه، فعداها يعني، كان هينكد عليا بغرامه، فالحمد لله عدت على خير. طبعا 70 لسه فاضل 45 دقيقه والناس عماله ضرب نار يعني. تعالى اوريكم الالتشتات وبعد كده نشوف الساعه 12 ايه اللي هيحصل. ده مركز المدينه. موضوع غريب ان مفيش حد، يعني السنه اللي فاتت الحته دي كانت مليانه ناس، بس شكل كده منعوا ان الصواريخ تتضرب هنا، فهتلاقيهم هم متجمعين عند البنهوف، فنروح نشوف هم فين بالظبط ونروح لهم. بس ده مركز المدينه يعني. بص شجره الكريسماس دي محطوطه بقالها مثلا شهر ونص ولا حاجه. طبعا سنترال ده اشهر ريستوران هنا. وده الشارع بقى، يعني هي دي الالتشتات عامه يعني، الشارع اللي هو قدامكم ده فيه كل المحلات المشهوره بتاعت المدينه يعني. بس انا هدور على الناس موجوده فين عشان نحتفل معاهم. كل ده لسه ما ابتديناش، ده هيبقى يوم دمار.
بص منظر التلج مع الصواريخ مع الانوار الجوية. Darf ich eine Frage? Ja. Wie viel hast du? 2000 Euro. Hast du bezahlt 2000 Euro? Ja. Oh mein Gott. كلم بجد؟ Ja. سيريس؟ Ja. دفعوا 2000 يورو يعني 100,000 جنيه في الصواريخ دي. خلصنا التجهيزات، دلوقتي بقى نروح للحدث المين. هنروح على الالتشتات. فتعالوا اوريكم الالتشتات. احنا كنا مستنيين بس تيجي لغايه الساعه 12، دلوقتي خلاص قربت. هوريكم الدمار الشامل. العاب نارية. العاب من جولي شيك. بقول لك ايه رحت عند يا مسهل الحال. بدأت تندع. مفيش غيرنا. امبرج هتولع دلوقتي. ولا ايه يا عم؟ معانا اخونا الجندي. في غيرنا. عم جو تلج. لف كده والسكيني محمد السكنيدي. حاصل ما شاء الله. هتيجي يا اسطى ادام دخلوا كده في المنطقه. بصوا هتولع نار دلوقتي. انا معايا علبه صواريخ غلبانه ب5 يورو بس كيف اولعها هاخد غرامه. عشان ده كده هيضرب جنبنا هنا. اديني مش عارف تفتح. شرفنا كده شكلنا. عيب عليكم انا صارف. انا صارف ومكلف. ما كانوش 4 يورو هطلع ماكينه ابونا عليه. من ليدل. خلاص فاضل 3 دقايق. ده الجناح المصري هنا بيشجع الدنيا. ايه يا اسطى احنا هنولع دلوقتي اديني الصواريخ الحقيقيه الصواريخ الحقيقيه فرع في المحل بتاعت فرع في المحل والله. ايوه يا حليم ودي بالشجره يا حليم. يا نهار ادي يلا جاي اولاد المجانين. اولاد المجانين. Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year! اديني ودي. هتطلع فين السنه؟ فرقعت خلاص يا اسطى. فرقعت يا اسطى. هتطلع السنه.
روح مين؟ ولع في الشجرة، روح في الشجرة في الشجرة في الشجرة. يا سجنيدة يا سجنيدة. ولع في الشجرة في الشجرة. هات هات. طلعني تعالى يا عم. هابي نيو يير. هابي نيو هابي نيو يير ماي فانز. هم بيولعوا. تعالى. اولع معاهم. لا يا ياش ياش. Das ist besser? Besser, besser. Opa, Opa. Bruder, ich habe eine Frage. Wie viel hast du bezahlt für diese? Nicht 50 Euro. 50 Euro. Nein. This is too angry. Too angry? Yeah. You can't see. Brother. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Brother, look. I will show you. Allah. I want to know. Look mal. This is German ghetto. Ja, this is Germany, Bruder. Einen Moment. Germany, Bruder. ادي. woher kommst du? Irak. Irak. Okay, بتتكلم عربي. Nein. Nein. Kurdisch, okay. الله اكبر. يا الله اكبر. هيودونا في داهيه. يلا الواد بيقول لي الله اكبر. يلا بينا هنروح كلنا في داهيه. البوليس بقى ابتدى يلف تاني عشان يوقف المهزله اللي بتحصل دي. وسط الارض كلها صواريخ. جانجستر. عندنا شويه في مدن في المدينه شويه جانجسترز. ولعت الدنيا. Polizei ist hier, Bruder. Aha, du hast noch. Bruder, wie viel hast du bezahlt? Gut, Bruder. Feierabend. Feierabend. 100,000 هنجوز مصطفى هديه. يلا يا جماعه اعملوا فولع. استنوا بقى هنقول 1 2 3 سوي سبسكرايب. ايه؟ نعمل ايه؟ قول انت كلمه واحنا ناخد الكيو منك. ايوه ما بقول لك هنقول مع بعض سوي سبسكرايب. سووا سبسكرايب. سووا بابا شو سوي انت؟ كله مصريين يا حبيبي. شحات يلا. يعني هو الوحيد اللي بوصل لهم المؤمن. اعملوا سبسكرايب يلا. يلا يلا خلاص. ده كان فلوج. ده فلوج راس سنه. واعملوا فولو على الانستجرام وسووا سبسكرايب. ما تقولوا يا جدعان. سوي سبسكرايب. يلا سويته. لا قول 1 2 3 يا جدعان. عندي ثلاثة اعملوا شير وسبسكرايب. ايوه اعملوا شير وسبسكرايب. اعملوا شير وسبسكرايب. يلا يلا ده كان فلوج راس سنه. فاعملوا فولو على الانستجرام. واعملوا شير وسبسكرايب. كان معاكم رجاله من امبرج.